السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. كلنا لازم ناخد بالنا من اولادنا، خصوصا بعد الجريمة اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي. في يوم من الايام كان في ام اسمها رشا من مدينة دمياط. الام دي كانت قاعدة قدام باب بيتها، هي واولادها بيلعبوا قدام منها، مفيش اي حاجة. البنت قالت لها يا ماما عايزة اغير هدومي. الام قامت عشان تغير هدوم بنتها وسابت محمد ابنها بره بيلعب مع اصحابه قدام باب البيت. مفيش 10 دقايق الأم ما اتأخرتش وخرجت، ما لقيتش محمد قدام باب البيت. الأم هنا كانت هتتجنن، قالت يمكن بيلعب هنا مع أصحابه هنا أو هنا. قعدت تدور يمين شمال مش لاقي حد. اتصلت على قرايبها ما لقيتش حد. سألت الجيران برضو مفيش حد. الأم كانت هتتجنن لدرجة إن كان في فرح في الشارع اللي وراهم، ودخلت الفرح زي المجنونة وقعدت تسأل الناس يمين شمال، محدش شاف محمد. الكل قال لها احنا ما شفناش حد. الام هنا روحت وهي هتتجنن، قالت لا خلاص انا هروح اعمل بلاغ في الشرطة باختفاء ابني. وفعلا راحت للشرطة وبلغت عن اختفاء ابنها محمد. هنا بالفعل اتحركت وبدأت ان هي تدور على محمد. الام هنا من ناحية تانية مسكتتش، يعني عندها يقين ان هي هتقابل ابنها تاني وهتاخده في حضنها. الام هنا خرجت وقعدت تدور، واهل البلد كلهم بقوا يخرجوا معاها كل يوم في دورية ويخرجوا ويدوروا على محمد، لدرجة ان هم جابوا عربية بميكروفون وبقى كل يوم يخرجوا يدوروا عليه بدون اي فايدة. هنا الام برضو ما يأستش، قالت خلاص احنا نعمل اعلان ونلزق الاعلان ده في البلد كلها عن اي حد يعثر في محمد. حطت في الاعلان صورة محمد ورقم التليفون وطبعت الاعلان في الدنيا كلها، لكن بدون اي جدوى. برضو محمد ما ظهرش. وهنا الام فضلت قاعدة مستنية على امل ان اي حد يتصل عليهم غريق بيتعلق بقشاية. قاعدة قلب الام قاعدة قلبها يتقطع على ابنها، لحد ما بعدها فين وفين ب10 ايام في رقم اتصل عليهم وقال لهم انا شفت ابنكم محمد في اسكندرية وفي العنوان الفلاني. قالوا له انت متأكد؟ بقى هنا طبعا الام مش مصدقة نفسها من الفرحة. الشخص ده قال لهم ايوه انا شفت محمد فعلا. راحوا وتوجهوا فعلا لاسكندرية في اسرع وقت. راحوا هناك في العنوان اللي الشخص ده اداهولهم، وقعدوا يدوروا يمين شمال وياخدوا صورة الولد ويسألوا هنا وهنا، محدش شاف الطفل ده، محدش شاف محمد هنا. لكن الكل قال لها احنا ما شفناش الطفل ده. فرجع الاب اتصل تاني على الشخص اللي اتصل عليه واداله العنوان. اتصل عليه وقال له بعد اذن حضرتك انت متأكد ان انت شفت ابننا هنا في اسكندرية؟ احنا جينا وسألنا ومفيش اي حاجة. رد عليه بلغة استهزاء وبرود وقال له بصراحة كده انا كنت بهزر معاك. وبعديها رجعت الام والاب، ام محمد وجوزها، رجعوا للبلد وهم مكسورين الخاطر وزعلانين جدا ان هم برضو ما لقوش محمد. بس الام ما يأستش. الام كان على طول عندها احساس وتقول لكل اللي حواليها انا حاسة ان ابني قريب مني، انا حاسة ان هو قريب بس انا مش عارفة هو فين، بس انا عارفة ان في يوم من الايام ابني ده انا هاخده في حضني وهيرجع لي تاني. فضلت الام عايشة على امل ان هي هتلاقي ابنها في يوم من الايام، عشان بعديها ب3 شهور يجي لهم تليفون ان ابنكم محمد موجود في مصر مع تجار ممنوعات وبيستخدموه في تجارة الممنوعات. هنا الام ما صدقتش نفسها، قالت له طب انا اتأكد منين؟ بعت لها صورتين 2 لابنها، صورة وهو واقف في البلكونة والصورة التانية وهو واقف في الشارع، واداها العنوان. هنا الام ما صدقتش نفسها وقالت لا يبقى الشخص ده بيتكلم بجد، وراحت جري على مصر عشان تتأكد من العنوان. واول ما راحت لا لقت تجار ممنوعات ولا لقت ابنها رغم ان هي سألت. بعديها اتصلت على الشخص اللي اتصل عليها واداها العنوان عشان تتأكد من معلوماته، وقالت له ان احنا جينا هنا وسألنا ولا لقينا ابني ولا لقينا تجار ممنوعات ولا لقينا اي حاجة. قال لها بصراحة كده انتي مش هتشوفي ابنك تاني. هو طلع شخص بيبتزها وكان بيستغلها عشان ياخد منها فلوس. هنا الام طبعا الحالة اللي هي كانت فيها الله يكون في عونها،
وبرضو رجعت بلدها هي وجوزها، وام محمد قلبها بيتقطع ان هي برضو ما وصلتش النتيجة. ومن ساعتها الناس بدأت ان هي تستغلهم، يعني كل شوية يجيلهم اتصال ومكالمة، حولوا لنا 1000 جنيه واحنا هنقول لكم ابنكم فين، احنا شفنا ابنكم في العنوان الفلاني. بس الام كانت خلاص، يعني من اخر مرة الشخص اتصل عليها وقال لها ابنك في القاهرة مع تجار الممنوعات، بعديها اتأكدت ان الصور دي كلها كانت صور فيك، كلها اشتغالة عشان الناس كانت بتبتزهم. وام محمد ما يأستش، فضلت تدور تقريبا في كل البلاد المجاورة وما سابتش مكان في مصر غير لما دورت عليه. فضلت على الحال ده 8 سنين لحد ما جت سنة 2023، لحد ما حصلت المفاجأة. وظهرت مفاجآت كتير ما كانتش تخطر على البال. قدام بيت ام محمد كان في بيت تحت الانشاء على الطوب الاحمر كده زي ما بيقولوا. البيت ده كان مكون من 4 ادوار، بس كان صاحبه عايش بره مصر. بس البيت ده كان صاحبه ده يبيعه ده يشتريه، ده يبيعه ده يشتريه، لحد ما واحد من اهل المنطقة اشترى البيت ده وبدأ ان هو يشتغل فيه ويشطب البيت. العمال هنا جم عشان يشطبوا، طبعا هياخدوه دور دور، شطبوا الدور الاولاني التاني التالت، فضلوا العمال شغالين دور دور لحد ما وصلوا للدور الرابع. هنا العمال بدأوا ان هم يشيلوا الرمل اللي في الدور الرابع، لقوا ان في حاجة مكلكعة في الرمل، في حاجة تقيلة. فبدأت هنا العمال تقلق، فبدأوا ان هم يدوروا بايديهم في الرمل لحد ما الصدمة لقوا جثة لطفل صغير. هنا طبعا اتخضوا والدنيا اتقلبت، وبلغوا هنا صاحب البيت، صاحب العمارة اللي بتشطب، وصاحب العمارة بلغ الشرطة، والشرطة جت في ساعتها على طول والدنيا اتقلبت. هنا الشرطة اول ما شافت ان دي جثة طفل صغير قالوا ان دي احتمال كبير انها تكون جثة الطفل محمد اللي بندور عليه. هنا الشرطة جت تجري والدنيا اتقلبت. ام محمد وقفت في البلكونة عندها، قلبها حاسس ان ابنها ظهر، قلب الام. هنا الام قعدت تسأل هو في ايه في ايه، قالوا لها ده اكتشفنا جثة لطفل صغير في العمارة اللي قدامنا. هنا الام قعدت تعيط لان الام كانت بتدعي كتير انها ربنا يعطرها في ابنها، بس كان قلبها حاسس ان ده ابنها. بسرعة الشرطة استدعت ام محمد لمسرح الجريمة وقالوا لها دي الهدوم اللي كان ابنك لابسها. هنا الام شافت الهدوم بتاعت ابنها، قالت هي دي هدوم ابني، واتأكدت ساعتها ان هو ده ابنها. طبعا الطفل اتحول للطب الشرعي عشان يتأكدوا ان ده برضو يبقى محمد، وعشان يشوفوا اذا كان في جريمة تمت للطفل ده قبل وفاته ولا لا. والشرطة هنا لما سألت ام محمد وقالت لها ابنك كان مع حد، ردت ام محمد وقالت انا ابني استحالة يروح مع اي حد غريب. هنا الشرطة كان قدامها معلومة ان محمد عمره ما يروح مع حد غريب، ودي كانت اول معلومة واول خيط الشرطة تمشي وراه. قالت ان احنا كده لقينا اول طرف الخيط، زي ما محمد قالت ان ابنها استحالة يروح مع اي حد غريب. قالت ان كده يبقى محمد راح مع اي حد معرفة، وان الجريمة مش هتخرج بره 3. اولا ان ممكن يكون اللي عمل كده عمل عشان خاطر عايز فدية، او ان يكون شخص شاذ، فاهميني طبعا، او ان هو موضوع طار. الموضوع مش هيخرج بره 3. الشرطة هنا لما بحثت في الموضوع قالت ان طول السنين اللي فاتت دي كلها محدش اتصل عليهم عشان يطلب فدية، وكمان العيلة دي معلهاش طار. يبقى الاحتمال الثالث ان ممكن يكون اللي عمل في محمد كده بسبب انه شخص شاذ. هنا الشرطة بدأت ان هي تسأل عيلة الطفل محمد وقالت لهم هل ان عندكم هنا في القرية اي شخص شاذ؟ قالوا في واحد هنا معروف عنه ان هو بيعمل كده في الاطفال. فهنا الشرطة بدأت ان هي تبحث عنه وركزت على شخص معين عشان ده اللي كان بيتثبت عليه الأدلة كلها. هما الشرطة اتأكدت ان هو الشخص ده بدليل ان هو كان بياخد الأطفال ويعمل فيها كده، وبعد كده أهله لما كانوا بيعرفوا كان بيروحوا لأهل الضحية أو أهل الطفل ده
ويحاولوا ان هو يعرضوا عليهم فلوس ويسكتوهم. هتقولوا لي طيب ليه ما تبلغش عنه من اهالي الاطفال اللي عمل فيهم كده؟ اقول لكم لان الاهالي الاطفال بما ان هم في بلد ريفيه كانوا بيخافوا ان يطلع سمعه وحشه على اولادهم، وان هم لسه صغيرين ويتعايروا بحاجه زي دي ويطلع عليهم سمعه مش كويسه، فكانوا بيضطروا ان هم يسكتوا. وهو المجرم بيتمادى في جريمته، هو عارف خلاص ان هو انا هعمل كده واهلي هيمشوا ورايا وهيعالجوا الموضوع. وكمان في صلة قرابة بين المجرم وما بين عيلة الطفل محمد. ومش بس كده، لا ده كمان المجرم ده كان اتحبس في 3 شهور بسبب ان هو هتك عرض طفل صغير، وطلع بسبب ان اهل المجرم راحوا لاهل الضحية ودفعوا دية وفلوس وقدروا ان هم يطلعوا ابنهم. وعلى فكرة كمان ان اول ما الطفل محمد اختفى، الام كان قلبها حاسس ان الشاب اللي اسمه محمد المجرم ده هو ده اللي اخد ابنها وهو اللي خلص عليه، وكمان بلغت الشرطة وقالت لهم انا شاكة في الشخص ده. بس ما تمش القبض عليه لان ما كانش فيه بصمات، ما فيش جثة، ما فيش اي حاجة تدينه. كمان المجرم كان بيدور معاهم على الطفل محمد، كان بيمشي يدور معاهم عشان يثبت لا انتوا ظلمتوني، مش انا اللي عملت كده، وان مفيش اي حاجة. الاهم دلوقتي مين المجرم ده وكان فين طول الفترة دي؟ المجرم ده اسمه محمد رمضان، معروف في البلد انه اسمه تيتو، وان هو كان على طول بني ادم شاذ وبيعمل كده في الاطفال. وطبعا زي ما قلت لكم ان اهله على طول واقفين جنب منه وبيطلعوه من كل مصيبة وكل جريمة بيقع فيها. وكان كمان قريب من عيلة الطفل محمد اللي اعتدى عليه. كان كل شوية المجرم اللي اسمه تيتو ده كان اهل البلد كل شوية يمسكوه وهو بيعمل كده مع طفل، وكان اهل البلد كانوا يمسكوه ويضربوه عشان يرجع عن اللي هو فيه، بس برضو مفيش فايدة. في الوقت اللي هو نفذ جريمته مع الطفل محمد، في الوقت ده تيتو كان عنده 19 سنة. المجرم ده بعد ما عمل جريمته مع الطفل محمد سافر على الكويت على طول. بعد ما سافر على الكويت بدأ ان هو يتابع الاخبار من بعيد ويسأل هل لقيتوا الطفل محمد، بحجة ان هو بقى يعني خايف على اهل الطفل وزعلان عشانهم وبيسأل عليه. وبدأ ان هو يسأل وعلى طول كانوا يقولوا له لا ما لقيناش الطفل. لما اتأكد ان خلاص مفيش امل بدأ ان هو ينزل اجازة لبلده كل فترة، كل سنة كده ينزل اجازة. الشرطة قبضت عليه في المطار لما كان نازل اجازة 3 شهور، ولما اتقبض عليه اعترف بكل حاجة وقال ان هو كان معجب بالطفل محمد. مش عارفة معجب في طفل في ايه، انا مش فاهمة. قال ان هو كان معجب بيه وفضل يراقبه 2 لحد ما جه تاريخ 18 ابريل 2015 الساعة 5 بالظبط. في الوقت ده اللي زي ما قلتلكوا ان الام كانت قاعدة قدام باب البيت وبتراقب اولادها، هنا راح لمحمد وقال له تعالى معايا عشان انا هجيب لك حاجة حلوة. طبعا ده طفل فرح جدا بالحاجة حلوة وراح معاه. جه هو تيتو قدام المبنى المهجور وقال له انا مش هجيب لك الحاجة الحلوة غير لما تطلع معايا المبنى ده. طبعا الطفل وافق لان هو عمره ما هيشك فيه ولا هيخاف منه، لان ده واحد معرفة يعني يعتبر من قرايبهم وبيخش البيت عادي. فالطفل هنا وافق ان هو يطلع معاه، واول ما طلع المبنى معاه للدور الرابع اعتدى على محمد قعد يصرخ ويعيط وقال له انا هقول للبابا، انا هقول للماما، انا مش هسكت. هنا تيتو المجرم الشاذ خاف على نفسه، قام مطلع خشبة وضرب محمد على دماغه لحد ما محمد وقع على الارض واغمى عليه. وبعديها جاب آلة حادة وطعن محمد 3 طعنات في ظهره. كل ده يحصل في طفل. وبعديها كان طبعا في الرمل بتاع المبنى، فحر في الرمل ودفن محمد ودفن معاه الخشبة اللي ضربوا بيها على دماغه وردم عليه بالرمل وساب الجريمة كلها. وبعد ما عمل جريمته دي بشهر جهز ورقه وسافر للكويت، قال عشان محدش يكشفني وعشان يبقى بعيد عن الجريمة نهائي. وخلال ال8 سنين اللي فاتوا دول كلهم كان بيراقب كل حاجة ويسمع الأخبار ويسأل عن ايه اللي حصل من الكويت.
وفي خلال الفترة دي كان هو بينزل اجازة كل سنة، كان بينزل اجازة كده مرة كل فين وفين. وفي النهاية تم القبض عليه، وحاليا يقال ان هو تم اعدامه. ودي كانت قصة النهاردة. اتمنى ان كلنا ناخد بالنا من اولادنا، وان ما عادش فيه بقى اطفال بيلعبوا قدام الشارع، ما عادش فيه الامان بتاع زمان، ان اطفالنا ينزلوا يلعبوا، اصل هيلعبوا مع الجيران، مع اولاد الجيران. احنا بقينا في زمن صعب، بقينا في دنيا صعبة. زي ما احنا سمعنا كده في قواضي كتير، الخطف وتجارة الاعضاء واللي احنا بقينا في زمن وحش. خافوا على اطفالكم، وربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا جميعا، وربنا يكفينا شر فواجع الاقدار. وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة، وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دمتم سالمين.